بالشقايق يا رفايق ودعوا. وانا رجل مؤمن وبعتز بايماني. قلت لهم طب انا خلوني هيك اصلي ركعتين لله تعالى. فعلا صليت ركعتين وبذكروا هيا وبيضحكوا كلهم لانه بذكروا القصه. ثم رجعت قلت لهم هذه الكلمه هبت روايح الجنه، هبت روايح الجنه. وفعلا يا اخواننا هذا هو كان كلمة السر في كل موقع في كل مكان. مين اللي بيعمل الخبز؟ الطالب. احنا بتعرفوا احد المعجزات اللي عملناها هي اللوجستيك الاداري. من الخبز من الافران اللي الطلاب الجامعة فتحوها وعجنوا وطبخوا الى هذا المقاتل، الى هذه الفتاة اللي كانت تتحدث في صوت الثورة الفلسطينية، فتاة لبنانية استشهدت من لغم اسمها نعمة. بدي اتذكر هؤلاء، بدي اتذكر كل هؤلاء الصور يا اخي جورج، ويا اخي نايف، ويا اخي عصام، ويا اخي ابو اياد، ويا اخي جبريل، ويا اخي ابو العباس ايها الحبيب، ايها المقاتل الشرس. يا اخي سمير، يا اخي سمير اللي دايما انا كنت اجي بالليل عشان اجي انام عندك واقول لك والله اديني سريرك. كل هذه الاشياء بدي اتذكرها يا اخي عبد الرحيم احمد، ونتذكرها مع بعضنا البعض، مع بعضنا البعض، لانه احنا ايش بنمثل يا اخوانا؟ بنمثل هذا العنفوان الثوري، هذه القاعدة الاصيلة يا اخوانا. يا اخوانا ما جمعوا دم الشهداء لن يفرقوا لا قرار عربي ولا قرار امريكي.